ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير. طلبة سنة أولى إن شاء الله لازم يكون في الترتيب بتاع ليلة الامتحان اختبارات كتاب المدرسة لازم تكون حلها. أنا الفترة الجاية هتشوفني كتير إن شاء الله. هنبدأ باختبارات كتاب المدرسة، لازم تراجعها كويس قوي. ابدأ راجع معايا، شوف الحل اللي احنا حليناه وابدأ طبق وانت قاعد في البيت. هنبدأ إن شاء الله بالاختبار الأول، وقال لي من السؤال الأول أكمل العبارات التالية من أمثلة الفلزات. اديني مثالين. قال لي زي الصوديوم إن إيه، قال لي زي الصوديوم ان ايه والمغنيسيوم ام جي مثلا. اي امثله تيجي معاك حلها، عندك امثله تانية كتير. قال لي تحتوي القلويات على ايون ايه. قال لي دايما القلويات فيها الايون الوحيد اللي ثابت فيها هو ايون الهيدروكسيد السالب OH. ايون الهيدروكسيد OH. اذكر السبب او علل. الفلزات لها عدد من الخصائص الفيزيائيه. اول ما اقول لك الخصائص الفيزيائيه يا عم الحاج، ادي الخصائص اللي عندك. انها جيده التوصيل للحراره والكهرباء، جيده للطرق والسحب والتشكيل، لها بريق معدني. يبقى لان الفلزات لها بريق معدني، قابله للطرق والسحب والتشكيل، جيده التوصيل للحراره والكهرباء، درجة انصهارها مرتفعة. احتراق الوقود الحفري ضار للبيئة، لأنه ينتج عن احتراق الوقود الحفري غازات أو أكاسيد حامضية زي ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، لأنها يصاحبها انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين. قال لي طاقة الوضع تتوقف على وزن الجسم، لأن طاقة الوضع والوزن بينهم علاقة طردية. تقول لي لأن طاقة الوضع BE والوزن بينهما علاقة طردية، يعني كلما زاد وزن الجسم زادت طاقة الوضع. رقم 4، تتنوع طرق الكائنات الحية في الحصول على الغذاء. قال لي يا أستاذ تتنوع طرق الكائنات الحية في الحصول على الغذاء لأن بعض الكائنات تحصل على غذائها يا إما بطريقة التنافس أو المعايشة أو تبادل المنفعة أو الافتراس. تقول لي لأن الكائنات تحصل على غذائها كم طريقة؟ 4 طرق، يا إما التنافس يا إما الافتراس أو تبادل المنفعة أو المعايشة أو المعايشة. السؤال الثاني قال لي مجموع، اكتب المصطلح، مجموع طاقتي الوضع والحركة هي الطاقة الميكانيكية. الطاقة الميكانيكية والرمز بتاعها ME. تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية اللي عملية التبخر. قال لي ماذا يحدث عند توصيل قطعة من البلاستيك في دائرة كهربية؟ قال لي البلاستيك ده مادة لا فلزية رديئة التوصيل للكهرباء، يبقى تصبح الدائرة مفتوحة ولا يمر تيار كهربي لأن البلاستيك من اللافلزات. تصبح الدائرة مفتوحة لأن البلاستيك لافلز رديء التوصيل للكهرباء. عدم افراز المعده لحمض الهيدروكلوريك. قال لي لا يتم هضم الطعام لان حمض الهيدروكلوريك ده اهو رمزه HCl بيساعد في هضم الطعام، يبقى لا يتم هضم الطعام.
تحريك عربة إلى الأمام، الضمة العربية يا حبيب قلبي اتحركت. قال لي فيبقى أنا كده حصل عندي شغل، يبقى يتم بذل شغل أو تم بذل شغل، لأن الإزاحة في نفس اتجاه القوة، لأن الإزاحة في نفس اتجاه القوة. قال لي انعدام الطاقة لدى الكائنات الحية. هو لو مفيش طاقة في الكائنات الحية، قال لي يا أستاذ النظام البيئي كله هيختل والسلسلة الغذائية كلها هتبوظ، يبقى هنا تموت السلسلة الغذائية ويتدمر النظام البيئي، أو يتدمر النظام البيئي. خلصنا السؤال الثاني، ركز معايا في السؤال الثالث. السؤال الثالث ألف صوب. قال لي السبائك مركبات لا يعبر عن معظمها بصيغ غذائيه. ايه ده؟ اذا كان السبائك دي مش مركبات اصلا، ده انا اللي هطلع الغلط. قال لي السبائك مخاليط وليست مركبات، لذا لا يعبر عنها بصيغ غذائيه. تتفاعل الاحماض مع القلويات لتكوين ملح وحمض. غلط، مفيش حمض، ده ملح وميه. الحمض بيتفاعل مع القلوي وينتج ملح وميه. قارن بين المسافه والازاحه. اول مقارنه انا عايزك تعرف التعريف. قال المسافه طول المسار الكلي، طول المسار الكلي الذي يسلكه الجسم من موضع بدايه الحركه الى موضع نهايه الحركه. اما الازاحه اقصر خط مستقيم من موضع البدايه الى موضع النهايه في اتجاه واحد او اتجاه ثابت. اكتبهم انت. قال الافتراس والتنافس. ركز معايا، الافتراس ده هو، قال لي يا استاذ هي علاقه غذائيه بين فردين، احداهما يستفيد اللي هو المفترس والاخر يضار اللي هو الفريسه. اما التنافس هي علاقه غذائيه بين فردين يضار كلاهما، الاتنين بيتضروا. علاقه غذائيه بين فردين على مورد غذائي يضار الفردين، الاتنين بيتضروا. قال لي عايزين نقارن بين النظام البيئي والعلاقات الغذائيه. قال لي النظام البيئي ده هو بيتكون من مجموعة من مجتمعات حيوية، والمجتمعات تتكون من جماعات حيوية، والجماعات تتكون من أفراد. أما العلاقات الغذائية الطريقة اللي بيحصل بها الكائن على غذائه، وقال لي عبارة عن 4 أنواع. إيه هم الأربعة؟ التنافس والافتراس وتبادل المنفعة واخر حاجة عندي المعايشة. السؤال الرابع، لا لسه معانا سؤال. قال لي قارن بين النتح والهطول. قال لي النتح ده بيحصل في النباتات بس، هو عملية فقد النبات لبخار الماء، عملية فقد النبات لبخار الماء أو للماء الزائد في هيئة بخار، عملية فقد النبات للماء على هيئة بخار. أما الهطول هو عملية سقوط المياه من السحب على هيئة مية أو برد أو تلج بفعل الجاذبية. السؤال الرابع والأخير معايا في الامتحان، وده نفس الستايل أو نفس الطريقة اللي هتجيلك في امتحان إن شاء الله بتاع آخر السنة. قال لي إن السؤال احذف الكلمة المختلفة. نترات هفكرك بقى إن أسري، كبريتات SO4، الفوسفات BO4، الألمونيوم Al. فأنت طبيعي هتطلع الألمونيوم لأن الباقي مجموعات ذرية، هطلع الألمونيوم والباقي دول مجموعات ذرية، أما ده عنصر. جرانيت جبره بازلت، طلع البازلت وقول إن الجرانيت والجبر ده هم عبارة عن صخور نارية جوفية. ما المقصود بكل من تبادل المنفعة؟ قال لي تبادل المنفعة دي علاقة غذائية بين فردين، علاقة غذائية بين فردين، قال لي يستفيد كلاهما من الآخر دون وقوع ضرر.
تبادل المنفعة علاقة غذائية بين فردين يستفيد كلاهما من الآخر دون حدوث ضرر. أما الصفات المكتسبة، ركز معايا في التعريف بقى، قال لي الصفات التي لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء بل يكتسبها الفرد من البيئة التي يعيش فيها. قال لي الصفات التي لا تنتقل بل يتم اكتسابها بالتعلم. قال لي زي اكتساب عضلات لبطل رياضي أو تعلم الدولفين لعب كرة القدم. محتاج التعريف بس. عملية الهطول لسه معرفينها هنا أو لسه قايلينها، هي عملية سقوط مياه السحب على سطح الأرض عن طريق يا إما أو في صورة مية أو برد أو تلج بفعل الجاذبية. واخر سؤال معايا في الامتحان التجوية الميكانيكية، قال لي هو تفتيت وتكسير الصخور دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي. كسر الصخر من غير ما تغير تركيبه الكيميائي. خلصنا كده الامتحان الاول، مكملين الامتحانين التانيين. محتاج تركز كويس قوي عشان ليهم ان شاء الله نصيب في الامتحان بتاعك ان شاء الله، اللي هيكون باذن ربنا بكره بموعد ما انت بتشوف الفيديو بتاعنا.